هو انت لسه عايز تشتري كورس من حد بيقول لك هيعلمك السوشيال ميديا، ولا مستني حد ياخد منك 5000 درهم عشان يقول لك يعني ايه ريتش ويعني ايه امبريشن؟ كل اللي بيتباع لك ده ممكن تلاقيه في اقل من دقيقه على الانستجرام او على اليوتيوب، بس انت بطبيعتك عايز حد يغلف لك المعلومات دي في هيئه كورس علشان يحسسك ان انت ماسك كنز في ايدك. بس في حقيقه الامر انت مش محتاج تدفع اي فلوس علشان تاخد المعلومات دي. وفي الحقيقه معظم اللي بيبيعوا الكورسات دي بيبقوا هم عارفين ان المعلومات دي سهل جدا ان حد يوصل لها، بس هو بيلعب على نقطه كسلك او ان انت مش بتدور على المعلومه فانت عايزها كلها جاهزه. وهتلاقيه دايما في الكورس بيديك كل المعلومات السطحيه اللي انت محتاجها، بس عمره ما هيقول لك انت هتبيع ازاي، ولا ازاي العميل يفهمك ويثق فيك، ولا هيقول لك ازاي تخلي جمهورك يتحرك معاك مش بس يتفرج عليك. وبالمناسبه بقول لك على حاجه، لو هو فاهم اصلا الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي كان زمانك انت اللي بتجري وراه، مش هو اللي بيعمل 600 فيديو علشان خاطر يبيع لك الكورس بتاعه. واقل ما فيها كنت هتلاقي الناس اللي اشترت الكورس ده قبليك بقت انجح منه، او حتى بتطلع في فيديوز تقول احنا اتعلمنا من الشخص الفلاني، او هم اوتوماتيك هيعملوا له ريكومنديشن للكورس بتاعه. لكن لما المعلومه تجيلك من حد هو اصلا مش فاهم ولا حتى معاه شهادات ولا هو خريج اكاديمي ان هو يعرف يديليفر المعلومه دي ليك، يبقى هو هنا مش انستراكتور، هو هنا تاجر وبيشتري جهلك بالمعلومه علشان يبيع لك وهم مش نتيجه. فخلي بالك قوي على فلوسك واعرف انت بتحطها فين بالظبط. ونصيحتي ليك لو عايز تتعلم بجد دور انت بنفسك، وانا موجود هنا عشان اساعدك، وعندي ليك مليون مصدر تقدر تستخدمه في ان انت تعلم نفسك بنفسك. اكتب لي اي سؤال في الكومنتات وهساعدك في اقرب وقت، ووفر فلوسك وشغل دماغك.